سيادة رئيس الجلسة الكريم وسيادة المحلفين المكرمين، أيها الإخوة المسلمين، ولقد نصحتكم، إن قبلتم نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمبعوث إلى جميع الأنام، صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى أصحابه البرارة الكرام. كيف نصلي عليه؟ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. حيا جميعا. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وسلم تسليما كثيرا متواصلا على الدوام. أيها الحاضرون رحمكم الله، لابتداء احتفالنا الليل حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد الذي قد هدانا إلى صراط المستقيم حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. ولا سنشكر شكرا كثيرا إلى رئيس الجلسة وإلى رئيس الشؤون وزارة الدين في مقاطع بيرون الذي قد أعطاني فرصة ثمينة لأخطب أمامكم تحت العنوان حياة الفتى بالعلم والتقى. كما عرفنا جميعا أن الشباب يقومون بدور هم في تركية الشعوب وتقدمهم، فهم أمل الأمة الذين سيجاهدون للمستقبل بلدنا الباهر، فهم أيضا أمل الإسلام الذين سيضحون أنفسهم لتطبيق تعاليمه في المستقبل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يد الشبان أمر الأمة وفي أقدامهم حياتها، وقيل شبان اليوم رجال الغد. وبهذا كنا نعي أن الشباب يقومون بدور هم في المستقبل، لكن للأسف كنا نشاهد كثيرا من أصحابنا من الشباب الذين يتجاوزون أحكام الدين الإسلام ولا يهتمون بالتربية والتعليم ويتخلقون بالأخلاق السيئة. إخواني الأحباء، المسلمون ليس ما يستطيع أن يتكلم باللغة العربية الفصيحة، وليس من لبس الإزار واستعمل القلنسوة ولباس المسلم الجميل، وإنما المسلم ما يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا. وزيادة على ذلك المسلم الصالح وجب عليه أن يكون
كونا كريما ويتخلقون بالأخلاق الحسن أينما يكونوا ومتى يكون ولا يحدده في مكان خاص. لا بد يفهم الجميع أن الإسلام ليس معتقدا ملونا بزود فاسبق عليه فعل شيء لطالب الآخرة، وليس على العبادة في المسجد، وليس الصوم ولا الزكاة ولا الحج، وإنما الإسلام يشمل على جميع نواحي حياة الناس، وكل ما عملنا من أمور الدنيا لطالب وجه الله يصير عبادة في الإسلام. حتى الإسلام على المسلمين بالحياة المنتجة والتفاعل مع المجتمع، وإن فكرة الإسلام متعادل بين حاجة الدنيوية والأخروية. أيها الإخوان، وظيفتكم الآن أن تظهروا هويتكم الإسلامية، ولو كنتم تعيشون في الدول غير المسلمة كما وجب عليكم أن تظهروا هويتكم الإسلامية، ولو كنتم تشتغلون في المجتمع الكافر ولا تخافون أن تقولوا بأننا مسلمون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها الأجيال السعداء، إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا بد لكم من أن تفخروا أنكم مسلمون. ربما كفيت هنا خطبتي وإن وجدتم مني الخطأات والغلطات، لأن ذلك كما قال في الشاعر: قد يرجى لي جرح السيف بور ولا برء لما جرح اللسان. أطلب منكم عفوا كثيرا والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.